شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمين، في الحقيقة في تعقيب جد سريع أريد أن أقول أنني متفق مع عدد ديال التعقيبات اللي جات. بالفعل تازة وسكان تازة ما بغيتش نطول فيها، راه ما وقع على 500 متر مربع. كاين احياء ديال تازة ما عارفينش حتى شنو وقع، وعطيناها هذه الهاله احداث تازة في الوقت اللي الحمد لله ما كاين لا موتى ولله الحمد، ما كاين لا خسائر جسيمه، واخا كاينه خسائر. اذا الى اليوم كنعالجوا تازة باش نحيدوا اولا واحد التغليط ديال واحد النوع ديال الاعلام، وتنهضر على الالكتروني او ماشي حتى اعلام، يعني كل شيء اليوم كيولج الالكتروني ويطلق فيه اللي بغى. ثانيا أن بالفعل هناك تسييس. عندما قلت أن هناك أطراف تستغل هذه الاحتجاجات، إن هناك تسييس. هضرتوا على السنة البيضاء في الكلية، صحيح. شكون اللي دايرها؟ 20 ديال الناس قدام 9300 واحد. 20 ديال الناس منعوا الامتحانات ديال الجامعات المحليه، منعوا واحد العدد ديال الاشياء. فبالفعل خصنا نتصداو في اطار تشاركي لهذا العمل كله. ثالثا المقاربه، صحيح لا يمكن ان تكون الا مقاربه شامله. نحن لا نؤمن بالمقاربه الامنيه، عليها تكونات هذه اللجنه، ماشي ان باش تعالج تازة بوحدها، ماشي ان باش تعطي برنامج استثنائي لتازة، باش توقف على شنو هما العراقيل ديال اللي ما تنجزش واحد العدد ديال المشاريع. هناك اشياء تيقولوا لنا باقي هذا السبيطار ما دارش او هذه، بغينا هذه اللجنه في كل قطاع نشوفوا شنو كاين، وهو هذا غادي يسري على جميع الاقاليم وجميع المدن. فاذا المقاربه ديال الحكومه ستكون مقاربه شموليه. وكذلك اشكر من قال ان رجال الامن عانوا الكثير، وفعلا السكان كذلك، ونتمنوا ان ما نعاودوش نشوفوا هذه الاحداث. وشكرا.